كنت رايح عند نسايبي عشان امضي على القايمه لان ما عادش فاضل غير كام يوم من اكتب الكتاب، واتفاجئت لما لقيتهم كاتبين في القايمه 140 جرام، ده رغم ان الذهب اللي انا جايبه لبنتهم اساسا ما يكملش 70 جرام، ده غير 880 الف ثمن الاجهزه، يعني كاتبين قايمه باجمالي تقريبا 1.5 مليون. فانا رفضت وقلت لهم يا جماعه اللي انتوا كاتبينه ده كتير، واصلا الجهاز بتاعي وبتاعكم بالذهب كله على بعضه كده ما يكملش مليون، فليه كاتبين كل ده؟ فرد ابو خطيبتي وقال اللي شاري ما يفرقش معاه وانت كده مش شاري. فرديت عليه وقلت له والله يا عم انا شاري بنتكم وبحبها، لو حضرتك عايز الجوازه دي تتم على خير فانا من رايي ان حضرتك تكتب في القايمه الحاجات اللي احنا جايبينها بس، وبالنسبه للذهب يتكتب الجرامات اللي انا جبتها، وبعد كده خليها عند حضرتك، انا مش عايز عشان تكون مطمن يعني. فرد وقال لي القايمه قدامك اهي واتكتبت خلاص وهو ده اللي عندي. فانا صممت ان القايمه كبيره ورفضت امضي، وهو كمان صمم، وبعد من ناحيه قال يا يمضي على القايمه يا بلاش منها الجوازه دي خالص. فانا قلت له خلاص يا عم يبقى كل شيء اسمه نصيب، يبقى ابعت لي حاجتي، ونهيت معاه كل حاجه وقمت قايل له سلام عليكم. وانا دلوقتي حابب اعرف لان اهلي مغلطين وبيقولوا لي انت اتسرعت، هل اللي انا عملته ده صح ولا انا فعلا اتسرعت وكبرت الموضوع على الفاضي؟